السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأحسن حال. عايزة بس ارد على الناس اللي بتبعتلي على الخاص وبتقولي الاسعار اللي انت بتجيبيها دي اسعار رخيصة قوي، واحنا مش عندنا الاسعار دي، ومش عارفة انت قاعدة في كوكب تاني ولا انت بتجيبي الاسعار دي منين. فانا بقى قلت ارد على العام على قناتي، عشان اللي سأل واللي ما سألش برضه اهو برضه يبقى عارف. اول حاجة، انا قبل كده عملت لكم فيديو من السوق ذات نفسه بأسعار الحاجة. طماطم مثلا مكتوب عليها سعرها ايه، البصل مكتوب عليه سعره ايه، وهنزل لكم الفيديو ده تاني عشان اللي ما شافوهوش اولاني في صندوق الوصف تحت. تمام، يبقى احنا كده على عينك كده يا تاجر، قدام كل حاجة بأسعارها بكل حاجة. ولو تفتكروا برضو اللي انا قلت لكم، اللي انا ما بجيبش من جنب البيت. انا جنب البيت جنبي هايبر، جنب البيت جنبي كازيون، جنب البيت جنبي عشرات العشرات محلات بتاعت خضار. وفي ناس كمان فلاحين قاعدين في الارض بيبيعوا خضار، ومع ذلك انا ما بجيبش منهم. الا بقى يعني عندي الضروره، لو محتاجه حاجه ضروري قوي طبعا بجيب منه. لكن في الاغلب بعمل ايه؟ في الاغلب بروح السوق، بيني وبينه حوالي محطتين، وبروح اجيب بقى ايه الحاجه بالاسبوع، عشان الحاجه تبقى عندي، وعشان اوفر، وعشان اعرف اجيب حاجه تانية، وعشان ما اجيبش الحاجه غاليه، وعشان مش كل يوم هحتار وادور انا هعمل اكل ايه النهارده، انا مش عارفه اعمل اكل ايه. طب انزل اجيب مش عارفه ايه، ولا اجيب ايه، ولا اجيب مش عارفه ايه جاهز. لا، منعا لكل الكلام ده كله. طيب، كده اظني رديت عليكم في النقطه بتاعه الاسعار الرخيصه دي بتجيبيها منين وبتجيبيها ازاي. ويا ريت يا ريت يا ريت تشوفوا الفيديو اللي انا هنزله لكم تحت في صندوق الوصف، قدامكم على طول الحاجه باسعارها من عند البياع. ولا انا اللي حاطه الاسعار ولا اي حاجه، بس طبعا الاسعار دي كانت قديمه، الفيديو ده بالاسعار دي كانت قديمه، بس يعني كان ده رد عليكم. وهنا بقى معلش على منظر ايدي، انا عارفه المنظر مش حلو، بس ادعولي كده ربنا يعفى عني. وعشان برضو الامارات والعسلات والمسكرات اللي عاملين يقولوا لي ناصحه وشاطره يا اختي، ويا اختي بتجيبي الاسعار دي منين يا اختي، تعالي يا اختي شوفي الشطاره بتاعتي والفلاحه بتاعتي. الدلع على ايدي ميه سخنه يا مسكره، ادعي لي بقى ربنا يعفى عني. طبعا الحرق ده كان اكبر من كده، بس هو بفضل الله لموا بقى الحته الصغيره دي، بس عمال ينزل ميه، يعني بقاله كذا يوم بينزل في ميه. فبرضه لو تعرفوا نزول الميه ده اكتبوا لي تحت في التعليقات، ما تسيبوش اختكم كده يعني، انصحوها. وتعالوا بقى ندخل على فيديونا. معلش انا طولت عليكم والله بجد، وقعدت اقول لكم يعني بس عشان خاطر كل واحد ما يبقاش كده في نفسه حاجه كده مني، لا تبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي، وتبقوا عارفين ان انا بجيب الحاجه من بتوع الجمله، يعني اساسا الحاجه ذات نفسها اللي بيبيع الحاجه باسعار رخيصه جدا. مش بجيب من جنب البيت، لا اتعبي على نفسك شويه وروحي هاتي من مكان بعيد شويه. تعالوا بقى نشوف البصل النهارده اسعاره ايه. البصل النهارده اسعاره 25 جنيه، ما فيهوش كلام ده. طبعا اهم من الشغل ظبط الشغل، لازم ايه نظبط الفازه بتاعتنا. والبتنجان بتاعنا الحلو الجميل ده ب5 جنيه. عايزه اقول لكم برضو ان حتى السوق اللي انا بروحه ده بيبقى فيه ايام الحاجه بتبقى غاليه، وايام بتبقى الحاجه فيه رخيصه. يعني مثلا لو يوم السبت، فرضا يوم السبت، هو فعلا يوم السبت ده بيبقى اول الاسبوع وبيبقى الحاجه فيه غاليه جدا. ايديا جه عليها البتنجان وايه ادعوا لي بجد ما تكرمش، عشان خاطر ايه الجلد مكرمش، ما تعلمش قصدي، وعماله تنزل في ميه ومش عارفه بقى هي كده ممكن تعلم ولا ايه. هو الحمد لله طبعا كل اللي يجيبه ربنا ايه خير، ما نقدرش نقول حاجه. اسعار البتنجان زي ما قلت لكم 5 جنيه. وطبعا انا ما بنزلش في اول اليوم عشان اجيب الحاجه غاليه، لا انا ممكن بنزل اخر النهار عشان تكون الاسعار هديت، وتكون الحاجه ايه مظبوطه معايا، ويكون الفلوس كده معايا مظبطه الدنيا. طيب البصل ب25 جنيه، البتنجان العروس ب5 جنيه، الرومي ب5 جنيه، البتنجان الابيض ب5 جنيه، الطماطم ب15 جنيه.
وشاورما بتاعت الفراخ ب80 جنيه، والبانيه ب140 جنيه. الاسبوع اللي فات البانيه كان ب130، الاسبوع ده ب140 جنيه. البطاطس ب15 جنيه. التوم ب40 جنيه، جبت ربع كيلو ب10 جنيه. في صوص كده كبيرة منه حلوة جميلة، مفهوش اي فصوص فاضية خالص. البامية ب40 جنيه. الفاصوليا الخضراء ب40 جنيه. اهو ده التوم، بصوا الفص بتاعه عامل ازاي، اللهم بارك. وده البتنجان بقى تقدري تعملي منه مسقعة، تقدري تعملي منه بابا غنوم جنب بطاطس محمرة او مسلوقة، تقدري تعملي منه كذا حاجة. ودي الشاورما. والجوافة، لقيت الجوافة الصغيرة دي ب10 جنيه، قلت اجيب منها كده كام كيلو افرزهم واحطهم عندي كده في الفريزر. هبقى اعمل لكم فيديو عن تفريز الجوافة دي، عشان البنات الامارات اللي لسه متجوزين خدوا بالكم. العرايس الجديده، الكلام ده بقى للعرايس الجديده. تفريز الجوافه ده هعمل لكم فيديو مخصوص ليكوا يا امارات، هديه مني ليكوا. ماشي الكلام، ماشي الكلام. عشان ما فيش واحده بقى ايه، الله يرضى عنكم كده، تدخلي على الكومنتات تقولي بقى ايه هتعلمينا نغسل المواعين، تدخلي على الخاص تقولي برضه نفس الكلام، تدخلي بقى تقولي واحنا يا اختي ما كناش عارفين نفرز الجوافه. لا يا اختي انا عارفه انتوا زي الفل وتعرفوا تعملوا كل حاجه، وانا اتعلم منكم وعلى دماغي من فوق. بس الكلام ده يا بطيتي انت عارفه غيرك مش عارف. انت الوقت ست بيت قمر كده وشاطره كده وايه، وعارفه كل حاجه. عارفه بقى ممكن تلاقي واحده اصلا متجوزه بقالها 10 20 سنه ومش عارفه حاجه. فيعني ايه، آه نعلم بعضينا ونعرف بعضينا، واللي عندها نصيحه تقولها للتانية ما يجراش حاجه. ما تبخليش على اختك المسلمه بالنصيحه. والبلح الأمهات ب15 جنيه وب20، والعنب ب25 وب30. دي كانت الأسعار الحاجات اللي أنا جبتها واللي أنا سألت عليها. وطبعا أنا ما بنزلش أشتري كل الحاجات، لأ أنا بكتب قبل ما أنزل الحاجة اللي أنا عايزاها بس بجيبها، عشان خاطر بيبقى أكيد طبعا عندي حاجات تانية فبكمل عليها. فمش لازم اللي احنا كل ما يعجبنا حاجة نروح نجيبها، لأ خالص. عايزة اقول لكم بقى طبعا اللي معملش حسابه لغاية دلوقتي في حاجة المدارس او كده، فظبطوا نفسكم بقى، لو كل اسبوع هتجيبوا حاجة، لو حتى وانتي في السوق كل ما تروحي السوق هتجيبي دستتين كشاكيل ولا حاجة. والله عايزة اقول لكم ان في مكتبة في السوق بتبيع دستة الكشاكيل ب35 جنيه، السوق اللي عند البنزينة. وخايفة اقول لكم والله تصوتوا في وشي وتقولي لي انتي بتكدبي علينا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، ويا بقى يا غالية بقى لو عملتي لي كومنت بقى من ايدك الحلوة الجميلة دي، تفرحيني بقى كده وتبسطيني كده وتنعنشيني. لاني عايزه اقول لكم والله العظيم انا بتعب فعلا في تصوير الفيديوهات دي جدا جدا، شوفوا تعبانه وبصور لكم. واشتراك بقى.